ناس كتير بتشتكي من ريحة التكييف بتاعها وتفضل تغير الفلاتر وتجيب فواحات ومعطرات، والازاز اللي بتتفتح والتكييف شغال دي والريحة هي ريحة المعطر بتروح بعد يومين وما بيتبقاش غير العطانة. فلو انت من الناس دي ما تقلقش، انا هعمل لك فيديو يقضي لك على الريحة دي تماما. اما بقى لو عربيتك لسه جديدة وخايف ده يحصل معاك، فتعال اقول لك على حاجة بسيطة جدا تعملها هتحافظ بيها على ريحة التكييف. والحيلة دي هتلاقي سواقين الميكروباصات بتوع الخطوط الطويلة عارفينها عشان هم دايما بيعملوها. عود نفسك في الصيف وانت مشغل التكييف قبل ما توصل مشوارك بدقيقتين 3 افصل الكمبريسور بتاع التكييف من الزرار بتاع الاي سي وعلي المروحه على الاخر وافتح البوابه الخارجيه. طب ده هيعمل ايه؟ ده هينشف الرطوبه اللي متجمعه على السربنتينه الداخليه، وبالتالي انت مش هتسيب لها اي مجال في انها تكون بكتيريا او فطريات تعمل ريحه وحشه. وده بيحصل نتيجه انها مرطبه ومحطوطه في مكان مقفول ومضلم اللي هو جوه التابلو. يعني الرطوبه والضلمه دي بتخليها بيئه خصبه جدا لنمو البكتيريا والفطريات اللي هي بتعمل الريحه الوحشه. فلو عملت كده مره على مره هتلاحظ ان ريحه التكييف بدات تتحسن، وكمان هتلاحظ ان الفلتر بتاع التكييف بيقوم بوظيفته مظبوط، ولما تغيره في ميعاده هتحس بفرق وهيفضل معاك كمان فتره اطول، مش مجرد ما تغيره ويقعد يومين وريحه التكييف تقلب. في حاجات تانية برضو لو عودنا نفسنا عليها هتخلي ريحه التكييف احسن. وبرضه في عادات غلط بنعملها بتأثر على التكييف. قول لنا في الكومنتات لو انت بتعمل حاجة معينة وفرقت معاك، واحنا هنعمل فيديو عنها عشان الناس كلها تستفيد. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو. اقول لك دوس على كل الزراير اللي هنا دي.